السلام عليكم حبيباتي، نتمنى راكم في تمام الصحة والعافية بخير وعلى خير حبيباتي. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة. جيتكم كيك حبيباتي اقتصادي فيه مقادير بساط كيف ما كتلاحظوا معايا حبيباتي. هون عندي 3 بيضات، قبصة من ملح مبشور حامض وعصير حامضة، وعندي كأس من السكر حبيبات وكأس من الزيت وضانون بالنكهة اللي تفضلوا حبيباتي، 2 خمارات كيف تلاحظوا. وعندي بقياس حك ضانونة، عندي 3 كيسان من الدقيق الأبيض حبيباتي كيف تلاحظوا معايا. ان شاء الله على بركة الله حبيباتي غنبداو في الكيك ديالنا ان شاء الله. هون اللي نوضعوا البيض ديالنا حبيباتي. انا عندي غير الحجم الصغير في البيض، اللي عاد كبير ديروا اكتفي ولا ب2 من البيض. هون وضعت السنيده ونوضع المكونات ديالي كاملين حبيباتي. نعرف عنكم متولات وحادقه تعرفوا مقادير الكيك حبيباتي. وهون ضعت قبصة من الملح نمزج الخليط حتى تغير لونه يعود على هذا الشكل كيف تلاحظوا حبيباتي. وهون حبيباتي اللي نوضعوا الضانون ديالنا، انا وضعته هون ضانون بنكهة البنان كيف تلاحظوا حبيباتي. يعني نمزجوا الخليط ديالنا من بعد ما نوضعوا الضانون حبيباتي، ونتم نوضعوا المكونات كاملين حبيباتي مع بعض ان شاء الله على بركة الله. نمزج شوي وملي ونضيف الزيت حبيباتي، ونضيف مبشور البرتقال. الزيت دايما نقولكم عنه يضاف دفعات حتى ينمزج الخليط جيدا حبيباتي. كيف تلاحظوا الكيك راه مكونات بساط، لكن اللي يمرق معنا كيك غايه ما شاء الله حبيباتي ان شاء الله على بركه الله. كيف تلاحظوا ونضعت الزيت ونوضع حبيباتي مبشور ديال البرتقال، ممكن اضافه الفاني، ممكن اضافه مبشور الليمون، ممكن النكهات تختلف حبيباتي. ونضع الخميره والدقيق نحصلت على هذا الخليط. وحبيباتي هون المول مدهون غادي نوضع فيه الكيك كيف تلاحظوا حبيباتي. من بعد نضع دي الحركات يمرق الهواء منه حبيباتي، وندخلوه على فرن ساخن مشعل من تحت لين يطلع معنا الكيك ويطيب على هذا الشكل حبيباتي. تيجي كيك رطب واخا مكونات كيف تلاحظوا لا بساطين، وفيه ديك نكهة الحامض حبيباتي كتجي غاية ما شاء الله. وهون غادي نحضر الكيك ديالي نديرو في طبسيله باش نستعمل المول. وهون نمروا حبيباتي الكريمه فيها نص لتر من الحليب، وعندي 3 ملاعق من النشا الذره، وعندي 3 ملاعق ديال السكر حبيبات. والذوق يختلف على حساب السكر شحال الكميه. اللي نوضعوا على نار حبيباتي من بعد ما نمزج الخليط ديالي، نوضعوا على نار مهيله حتى يتخثر معايا الكريمه. وملي كاين اضافه ديال الدانون بالنكهه اللي تفضلوا حبيباتي ان شاء الله على بركه الله. وهون حبيباتي غنوضع الدانون ديالي وغنمزج الخليط كيف تلاحظوا حبيباتي. ومن بعد حبيباتي اللي نمروا المول ندهنوه بالزيت جيدا حبيباتي، نصب فيه الخليط وهو ساخن باش ما يتخثرش معنا حبيباتي، ويجينا ما يغلف لنا الكيك ديالنا كامل ان شاء الله على بركه الله. هون حبيباتي جبت الكيك ديالي اللي نوضعوه على شكل المول، ونوضع الحركات نضغط عليه جيدا جيدا حتى ياخذ شكل المول كيف تلاحظوا حبيباتي. وهون غادي نوضع الخليط مع الكيك كلهم غادي نديرهم في الثلاجه حبيباتي. الثلاجه لا لتحت ولا في المجمد، لتحت خليه كاع ساعه، والمجمد تعرفوا عند ريك الجو بارد الا 20 دقيقه حتى ل 15 دقيقه مرقوه ليجي الكريمه ديالنا تجي واجده. وهون حبيباتي بهاد الحركات حتى يعني الكيك ديالنا يمرق من المول، بهاد الحركات نساعدوه باش يمرق لينا بسهوله من المول حبيباتي كيف تلاحظوا. ان شاء الله يعود كل شيء مفهوم وكل شيء ان شاء الله يجرب الوصفه تنجح معاه. يعني مره فايته جربتها معكم وطرحت فيديو رهيب كريمه الفراوله،
اللي يدورها راهي كاينه في الفيديوهات. وهون حبيباتي بهاد الحركات غادي يحيد معنا الكيك بكل سهوله. كيف تلاحظوا جا معنا على هذا الشكل، خدا شكل المول وغلف لينا الكيكه باضافه الزيت، كيساعد جيدا على الكيك باش يمرق معنا على هذا الشكل كيف ما تلاحظوا حبيباتي. وهون حبيباتي التزيين كيختلف كيف نقولكم في كل وصفه. انا وضعت سله مبشور الحامض مع النعناع. التزيين اكتفيت الا بلمسه هذا وصافي حبيباتي. ان شاء الله تجربوها تنال اعجابكم، تنوروا الطبلات ديالكم ان شاء الله. الكواتي ولا ان شاء الله ولا وليداتكم ان شاء الله تفرحوهم على بركة الله حبيباتي. لنقطع معكم الطرف حبيباتي، تلاحظوا كيف جا الشكل ديالها من الداخل، كتجي رائعة. ممكن تغيير في الكريمة، ممكن اضافة الشوكولا، ممكن اضافة الفراولة، ممكن اضافة الفلو نكهات، ممكن تغيير في الكريمة حبيباتي. ودمتم في رعاية الله حبيباتي. إن شاء الله لا تنسوني من اللايك والاشتراك حبيباتي لمزيد من الوصفات حبيباتي. إن شاء الله مرحبا.